اكيد لما تشوف الكاتريام شابيت ولا سانكيام تاع يقول لك اون 2024 لو جوار سيزي لا فيفا بور ريكلامي سو ميم مونطون ا نوتر كلوب، يعني اللاعب اودع شكوى على مستوى الفيفا من اجل مطالبه نادي اجاكسيو تقريبا بنفس المبلغ 380 الف اورو. لكن هل وضع يوسف بلايلي هذه الوثيقه؟ يقول لك لو جوار سيزي لا فيفا، يعني خلاص راسل الفيفا اجاكسيو. نعم، راسل الفيفا بلايلي راسل الفيفا من اجل انه اجاكسيو يدفع مبلغ 380 الف اورو للنادي الاهلي السعودي بناء على البروتوكول بناء على البروتوكول. لكن بلايلي اودع يعني هذه الوثيقه. واش يقول لك انا لا سويت اون بريزونتون ان بروتوكول داكور بريتوندومون سيني بار نوتر اونسيان ديريكتور جينيرال اي بار الاهلي. هنا سي بون يقول لك اودع ديبوزي ان بروتوكول داكور سيني سون اونسيان، هذا تبقى روايه نادي اجاكسيو من طرف النادي الاهلي السعودي، باسكو لازم باش يندار ترونسفير فوك يو ان بروتوكول داكور يتسينيا بين لي دو كلوب ولا لا كونفونسيون ولا سميها كما شئت. لا هنا لا، يقول لك النادي اجاكسيو بانه اللاعب اودع على مستوى الاتحاد الدولي لكره القدم ايوا لا فيفا لا شومبر دو ليتيج في لا فيفا دفع ان بروتوكول داكور سيني بار الاهلي السعودي اي بار كارديلا لو ديريكتور جينيرال تاع اجاكسيو. يعني هنايا باش اللاعب يؤهل رسميا في نادي اجاكسيو، لانه لما تكون عليك عقوبه ماليه ما تقدرش تتاهل حتى تخلصها باسكو تي انتردي سيني، ولا تجيب كشايطوا لها دركا اون ديروغاسيون سبيسيال توقع بها، لأن الفيفا تحمي اللاعبين تمشي مع اللاعبين يعطيوك اون ديروغاسيون سبيسيال تسيني بها الى غايه البت في القضيه. لو يحكموا في القضيه ضدك tu vas payer la sauce après. مانيش نحكي على هذه لافير، نحكي يعني في انتقالات اللاعبين بصفه عامه. لكن البيان هذا فيه شويه فيه وعليه. هنا يقول لك اللاعب دفع البروتوكول داكور مسيني من لي دو بارتي، ومن بعد يعاود يولي لك لتحت يقول لك الاهلي ديمونتي اوفيسيالمون ليكزيستونس دو سو دوكيومون، ومن بعد يروح لك هنايا مع الاخر يقول لك افان سي ان تال اكور افي ريالمون اكزيستي بوركوا ناتيل جامي ايتي ايفوكي لور دو جوجمون انيسيال ديفون لو تاس اون 2023. هذه مهمه. هنا فقره مهمه جدا. يقول لك اذا كان حل نادي اجاكسيو يتساءل، يقول لك اذا هذا الاتفاق حقيقي وكاين منه، يقول لك لماذا لم يعرضه اللاعب على محكمة التحكيم الرياضي سنة 2023 باش تفصل لصالحه، لأنها في سنة 2023 حسب بيان حسب ماشي حسب بيان اجاكسيو القرار كان صدر في سنة 2023 يقول حكم ضد يوسف بلايلي. هنا نادي اجاكسيو يتساءل يقول لك علاش الى هذا لو بروتوكول داكور كان يكزيستي اوبارافون علاش اللاعب ما دفعوش في سنة 2023 كوم ارغيومون باش محكمة التحكيم الرياضي تحكم لصالحه وما تحكمش لصالح الاهلي السعودي. القضية شائكة